كاين اياما نقول للناس بانهم ما يستعملوش هاد الكوطونتيج، ولكن بلا فايده. باش تكون في خباركم الودين ما كيتنقاوش، لان هاد الكوطونتيج ما كيصلح لوالو، والضرر ديالو اكثر من المنفعه ديالو. وهذاك الشمع اللي كتبغي تحيد راه عنده دور كبير، باللي هو اللي كيحبس لك كاع الجراثيم والغبره بانها ما تدخليكش للودن ديالك وما يطرى ليها حتى حاجه. والزياده على ذلك كيحمي لك ديك الجلده الحساسه من الضرر، من انها تهيج الى قاسها الماء، وكيحميها كذلك حتى من الجفاف. انت ملي كدير داك القتل ديال الودين وكتنقي به ودنيك، تقدر تجرح هذيك الجلده الحساسه اللي كتكون في الودن وكتادي للتعفن، وتقدر كذلك انك تقب الطبله ديال الودن ديالك. هذوك الشعيرات البيضين ديال القطن يقدروا يبقاو واحلين لك في الاذن، وهذا غادي يسبب لك بزاف ديال الامراض في الاذن ديالك. فبطبيعه الحال انت كتبقى تدخل بهذاك الكوطونتيج داك الشمع اللي كيكون عندك في الاذن، وكتمنعو بانه يخرج بالطريقه الطبيعيه ديالو، ومع الوقت كيؤدي للتراكم ديالو في الاذن ديالك والانسداد ديال الدم، كما كيقولوا العرب القدام: كم من حاجه قضيناها بتركها.